اغلب مشاكلنا بيكون سببها الجملة دي: اتقال وما تفهمش، واتفهم وما اتقالش. خليني اوضح لك المقصود بالجملتين. اتقال وما تفهمش دي بتاعة الناس الحلوين والصافيين، ودي اغلبنا بيقع فيها، والاسباب هنا كتير. خليني اقول لك بعض منها. فال50 سنت اللي بيني وبينك وانا واقف قدامك وانت واقف قدامي بيحكمها تفاصيل كتير. ولا كمان سماعة التليفون اللي بتترفع دي عشان نتواصل ممكن تعمل بينا فواصل كبيرة وكتيرة. وما تنساش هنا توقعاتنا وقرايتنا للأفكار ومحاولة معرفتنا للمجهول. ومن هنا نفهم ان الكلام اللي بنقوله والتصرفات اللي بنعملها تقريبا اغلبها مش بيوصل بنفس اللي كان عندي للطرف التاني. وهرجع تاني واقول ان ده مش عيب فيهم، لان احنا بشر وطبيعتنا مختلفة تماما عن بعض، فيحكمنا الثقافة المختلفة والتربية المختلفة والتعليم المختلف. ولاني ادركت الكلام ده كويس فاغلب كلامي بنهيه بالجملة دي: انت فهمت كلامي واللي انا اقصده؟ اما عن الجماعة التانيين واللي بيتبنوا الجزء التاني من الجملة،